تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يبدو أن مشاكل بلدية حسي بحبح لا تنتهي ولن تنتهي، وهذا ليس قول فيه تشاؤم ولكنها حقيقة، لأن التسيير يبدو أنه متعفن على مستوى المجلس البلدي، وتفشي ظاهرة الرشوة والمحسوبية والتمييز بين المجتمع في الاستفادة من الامتيازات التي تمنحها الدولة، وما زاد الطين بلة. اليوم أردت من خلال هذا المدخل أن أتكلم عن ما يبدو أنه سيحدث في توزيع القطع الأرضية في بلدية حسي بحبح، والمقدرة بحوالي 8 هكتار. احنا عندنا في بلدية حسي بحبح يبدو أن الخبز كما يقولوا حنايا تؤكل قبل أن تطهى. يعني والله العلي العظيم ما كانش لحد الآن تعيين الأرضية لتحديد موقع هذه التجزئات السكنية، واللي يقولوا أنها 10 على 15 وعددها حوالي 800. الملفات بالآلاف، ما نحكيش، الملفات جبال من الملفات. يعني والله العلي العظيم اللجنة التي هي معدة الآن لتوزيع هذه القطع الأرضية يبدو أنها غير منطقية. المجلس يتولى كل شيء، والكارثة أن هناك من يسمي نفسه رئيس جمعية أو ممثل المجتمع المدني تم تزكيته من أفراد يحملون جمعيات، بالتالي عنده 20 ختم نفس محضر التنصيب، وهذا طبعا يعتبر غير قانوني في ظل صمت الجهات المعنية على رأسها مديرية التنظيم بولاية الجلفة، التي يبدو أنها تركت مجالا واسعا للجمعيات الغير شرعية. فتجد العديد من الجمعيات تجد شخص يحمل 30 ختما، تجد الأشخاص الفاعلين في المجتمع لديهم ختم واحد أو في إطار كما يقولوا مجموعة، كل شخص يتولى جمعية ينسقون مع بعضهم. إذن نعود إلى أن هذا الشخص قلنا تم تزكيته من طرف هؤلاء الأفراد، ولا أقول هذه الجمعيات، حوالي 30 ختم أو 40 ختم لثلاثة أفراد أو 4 يجيبوا الجمعيات من المكاتب الوطنية، والمكاتب الوطنية لا تدري بأن هؤلاء حاصلون أصلا على جمعيات ومنكرش رزوة الجمعيات، وبالتالي تقدم هذه محاضر التنصيب عشوائيا. كان اللي يظهر ب20 ختم، وكان اللي يحوس على الجمعية ما يلقيهاش. هذه والله لا كارثة، والله العلي العظيم لا كارثة كبيرة. قلنا رئيس البلدية مؤخرا استقبل رسالة، ويبدو أنه سيوافق على أحد الأشخاص اللي هو عامل عنده في البلدية، وهذا يتنافى مع القوانين، ورئيس جمعية ومزكى من أفراد
آخرهم عنده 10 أختام. يعني والله العظيم أنا نستغربوا، ويقول لك راه مزكى من طرف المجتمع المدني. يرحم والديكم هذه التزكية هذه، على بها احنا نطالبوا الجهات الوصية بالعودة إلى هذه الرسالة اللي موجودة على مستوى البلدية، وملاحظة الإمضاءات الشخصية، يعني الجريفة كما يقولوا احنا الجريفة، لاجريف تاع رئيس الجمعية. أنا أكيد أن هؤلاء سيقعون في حرج، انه ما يستطيعش بختم بالامضاء الشخصي نتاعو يتوقع على نفس الجمعيات. هذا اختراق قانوني. يعني والله العلي العظيم هنا غياب الملاحظة وعدم معاقبة هؤلاء والتسامح الولاية معهم، والناس هذه اللي تخدم في الأختام ما عندهاش حتى معلومات. لما يجي واحد يخدم ختم يقدر يخدم ختم، يقدر يخدم نفس الختم، يعني تلاعب كبير. يا هلا الشيخ ضماني. اهلا. تلاعب كبير يعني في هذا المجال. يعني احنا يا والله العلي العظيم نتأسوا ونطالبوا بإلغاء هذه الخلبايطة هذه، هذا التخلبيط هذا اللي راه في البلدية هذه. واحنا قلناها باللي رئيس البلدية أصبح يتصرف بتصرف الملك في مملكته. والله العلي العظيم احنا نتأسفوا نتيجة هذا التسيب. والمواطن مسكين، المواطن راه يصارع يوميا لقمة العيش والقوت، ووجد في هذه الجماعة التي تسير مصيره يكذب. هذه تاع التحايل والنصب، قلت له ماشي التحايل والنصب. يعني والله العلي العظيم احنا نتأسفوا لا فوق الصهور من واقع مر. أقول واقع لا يبشر بالخير لا حاليا ولا مستقبلا، واقع يحتاج إلى زمن طويل حتى ربما تصلح الأمور وتعود هذه البلدية إلى مسارها الحقيقي وطريقها السليم. نوجه ندائي إلى سكان بلدية حزبابة بتوخي الحذر في الانتخابات، لأن الانتخابات هي اللي تحدد مصير هذه البلدية. واليوم راح نتكلم بصراحة ونقول لكم هذه حكاية حمارنا ولا عود الناس نحوها، لأنه الأصح هو تقولوا حمارنا ولا حمار الناس. هذه معليش، عود الناس راه مش قال لي ولا يعطيه لكم يا حسرة. يا عود الناس دي يطلقوها الناس موليه دي يطلقوها عود الناس. حمارنا ولا حمار الناس معليش، صح عود الناس يسلكم وتلقاوه الناس تطلق العوادين تاعها دقيقين. المهم تحية خالصة من ابن الجزائر، ابن ولاية الجلفة، الأخ ضماني محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.